بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم روتين كده مختلف شويه، مفيش وصفات بقى ولا حاجه. النهارده هعمل معاكم تنظيم المطبخ ده. بقاله فتره كده مكركب وكده يعني، فعايزه انظمه معاكم وتقولي رايكم فيه ايه. بتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون مختلف كده ويعجبكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده، انا عامله الضرفه دي في المطبخ كانها نيش كده يعني. فانا هروقه كده معاكم واظبطه، وان شاء الله يعجبكم وينول رضاكم. وشجعوني بقى بكومنت حلو كده منكم. وسامحوني بقى لو صوتي فيه برد او كده، يعني الواحد ربنا اللي يعلم في ايه. الحمد لله. يلا بقى معانا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى نمسح كده كويس، نرش بقى اي منظف عندك كده بالشكل ده كده. ونضفي بقى، يعني مسحي كده. هي الصراحة كل فترة المفروض تتعمل يعني، بس احنا طبعا بنكسل بالشكل ده كده. يعني بيبقى فيه مسؤوليات تانية بقى وحاجات تانية، فبتكسلي تعملي الحاجات دي قوي. بس كل فترة والتانية يعني ما تغيبيش قوي على دواليب المطبخ، يعني حتى لو كل مرة تعملي حاجة يعني ناحية، علشان يفضل طبعا نضيف معاكي على طول وما يحتاجش منك مجهود قوي في التنظيفات. شايفين يعني انا مجرد ما رشيت بس المنظف كده ومسحت، هو خلاص بقى زي الفل الصراحه، لان انا ايدي فيه على طول بالشكل ده كده. خلاص كده يعني نضف خلاص. زي ما قلت لكم ايدي فيه على طول، فمش محتاج يعني اي حاجه غير ان هو يتمسح شويه تراب بقى، حاجات واقعه من المواعين كده يعني. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص كده. عندك بقى مفارش من دي، من بتاعت النيش دي، افرشي فيها اتنين او حاجه. ما عندكيش يبقى تجيبي مثلا اللي السفر اللي هي البلاستيك ديت، وتفرشي كده عليها على الالومنيوم كده عشان تحميه برضو. انا عندي دول كده، هحط اتنين يعني على قد المطبخ. التقفيله بتاعتي ما تاخد بالشكل ده كده. يعني انا زي ما قلت لكم عاملاها اكنها نيش يعني. يعني افرش كده كده، ولا ايه رايكم؟ بالشكل ده كده، ولا اطلع منه حرف كده كده. انا برضو عشان لما تقفل، ايوه حلوه قوي كده، عشان انا جربت اقفل كده يعني قفلت، قفل. فكرت دي هتحوش ان هو يقفل الضلفه. ف ارص بقى فيه الحاجه دي. طبعا الحاجات اللي انا طلعتها يعني هي مش مكانها هنا الصراحه، يعني هي انا كنت حاطاها في المكان الغلط الصراحه. فانا بقى هعدل يعني كده واشوف الدنيا تمشي ازاي. يلا بقى الرص بقى وتقولوا لي رايكم ايه. انا اول حاجه كده هحط طقم القهوه ده بالشكل ده كده. هرص بقى اللي هي الفناجيل تحته بالاطباق بالشكل ده كده. يعني هحط كل طبق عليه فنجانه بالشكل ده كده. مش عارفه بقى المكان هياخد كده ولا لا، بس يعني هنجرب كده. نحاول بقى نوسع كده عشان المكان ياخد. اللي هو داير ما يدور كده. انا هعمله بالشكل ده كده. هو فاضل هنا اللبانه بتاعته، فاحطها فين بقى دي. انا برضو عايزه اعمل مكان جنبها لكمان طقم، يعني مش عايزه
مش عايزه الضلفه تاخد الطقم ده بس بالشكل ده كده، ممكن اوسع شويه، يعني ممكن اوسع كده شويه، ازنقه كده حبه بالشكل ده كده. يعني احاول كده. الحاجات دي يا جماعه التعامل معاها بيبقى بالراحه قوي. ممكن كمان اعمل الاتنين في الاول بالشكل ده كده، يعني انيمهم كده بالشكل ده كده. ايه رأيكم بقى فيه من بعيد كده؟ هحط بقى كمان طقم جنبه. ايه رأيكم بقى، اخد ده هيليق معاه اكتر ولا اخد ده؟ يعني هما الطقمين، واحد هيفضل فوق زي ما هو كده والتاني هنزله معاه، فاعتقد ان ده هيليق اكتر ولا ده؟ مش عارفة الصراحة، يعني انا محتارة، يعني هحاول كده اجرب واحد. انا بقى لا ده ولا ده، انا هحط معاه طقم الشاي ده بالشكل الجميل ده، هرص معاه حاجته. ده طقم الشاي بتاع الطقم الصيني، هحطه معاه. هيبقى شكله متهيألي احلى. ولا طقم الجاتو ده؟ يعني انا بخيركم دلوقتي وبخير نفسي، انا خلاص استقريت على ده كده ان شاء الله هحطه وهرص معاه حاجته. يعني حاجته موجودة معاها اهو، فهرصها، هيدي شكل احسن وهيكسر اللون شوية اللي هو الذهبي في ابيض ده، يعني حاجة مختلفة كده شوية. عايزة اقول لكم ان هو طقم كبير جدا، يعني هو طقم الجاتو ده بيبقى كبير جدا، فانا هحاول بقى ايه اظبطه كده. هو طبعا المطبخ هنا مش مديني مساحة زي النيش، يعني مش مديني مساحة كده اتحرك براحتي، فبحاول كده ارص معاكم كده بالشكل ده كده، يعني بحيث ان انا يعني ايه اقدر ارصه معاكم. زي ما قلت لكم الطقم ده كبير قوي، فما شاء الله واخد هياخد مساحة كبيرة، يعني انا لو هفرده في الضلفة دي كلها. بس انا طبعا عايزة احط معاه حاجات تانية، فمش هينفع افرده فيها كلها. لسه ليه باقي، لسه طبعا ليه باقي الفناجيل بتاعته والحاجات بتاعته دي اللبانة، ودي صينية كمان بتاعته كده هحطها وابقى وراه بقى، يعني مش هعرف احطها طبعا الا وراه. انا حاولت كده احط الطبق بتاعه هنا كده، الطبق بتاع الطقم ده كده والصينية وراه كده. هحاول بقى اكمل يعني بقية الطقم، احط دي كده. يعني حاولي بقى تتصرفي، لو انت عندك المكان ضيق حاولي تتصرفي. دي هحطها هنا كده، تدي برضو شكل حلو قوي. ولسه فاضل يعني كام كوباية كده، هحاول بقى اتصرف لهم في حتة بالشكل ده كده. يعني اعملي بقى داير ما يدور حوالين الطقم كده، بيدي شكل حلو قوي على فكرة وشكل جميل. يعني مش هتقولي مثلا انا منيمه الكوبايات كده وخلاص، لا بتديها شكل حلو قوي والله بجد. طيب فاضل لي بقى اللبانه دي، حد يقول لي احطها فين؟ حد يقول لي احطها فين؟ هتصرف لها في حته برضو. ايه رايكم بقى في راسي؟ شايفين الجمال؟ شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شايفين بالشكل الحلو ده؟ دي اول ضلفة اعملها، الصراحة الموضوع متعب جدا 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 بالشكل الجميل ده. ربنا بقى يعيننا ويقوينا على الباقي ان شاء الله، يعني اخلصه النهارده. نطلع بقى اللي فوق طبعا شلنا، كان فيها طقم كمان شلناه، فضل الطقم ده والترمس ده وطقم الخشاف. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف بقى هنعمل ايه، يعني نحاول بقى نظبط الدنيا برضو، نحاول بقى نظبط الدنيا مع دي برضو، ما نشوف ايه هنعمله فيها ايه. همسح الاول بقى التراب والحاجات دي، ما فيهاش تراب ياما والله يعني برضو، بس يعني همسح كده واظبط الدنيا، وبعد كده بقى نرص سوا.
نرش كده ونمسح، يعني سهلي على نفسك كده، رش في اي حاجه للتراب او تلميع زجاج او كده، علشان الدنيا تبقى سهله معاكي وما ياخدش معاكي وقت. بالشكل ده كده، وكمان يدي ريحه حلوه كده لتقفيله المطبخ، يعني يدي ريحه حلوه كده للتقفيله. نرتبه بقى ونشوفوا هنعمل ايه. انا ناوي احط فيها طقمين برضو كده، ناوي احط فيها طقمين كده، خلاص بقت زي الفل. زي ما قلت لكم هي نظيفه، فمش محتاجه يعني ايه تنظيفه عميقه ولا حاجه زي اللي بيقولوا عليها دي، ده هي شويه تراب يا دوب وخلاص على كده، الموضوع يعني سهل وبسيط. يلا هفرش بقى برضو نفس المفارش كده بالشكل ده كده. هظبط الدنيا كده. طيب انا اول حاجه هرصها هو طقم الشاي ده، يعني هبدأ بيه كده. طقم الشاي ده هنظبطه بقى مره واحده علشان الدنيا ايه. طيب دي كده الطقم ده معاه صينيه، فانا هحاول كده اشوف الدنيا فيها ايه، لان كده بقى يبقى الضلفه دي مش هينفع يتحط فيها الا الطقم الجاتو ده، مش هينفع يتحط معاه حاجه تانية، اطقم تانية. طيب انا كده هحط برضو الطبق ده ورا كده، وهسنده بالاطباق دي. هحاول بقى احط البراد ده معايا فوق كده، يعني هحاول محاولة. احب اقول لكم ان المحاولة فشلت، فانا هحط بس السكرية دي كده فوق هنا كده بالشكل ده، ماشي. طيب احنا لسه معانا باقي حاجات، يعني زي اللبانة دي كده، اللبانة دي هحطها بالشكل ده كده كده، يعني كده حطيت بقى الاطباق. طيب لسه معانا الصينيه بتاعتها، ومعانا باقي كوبايات واطباق. طيب هوديها فين دي؟ هنشوف دلوقتي، يعني هتصرف لها كده. حطيت بقى الصينيه دي كده. انا طبعا بتعامل بالراحه جدا يا جماعه عشان الازاز، يعني كلنا لازم نتعامل بالراحه صراحه كده مع الحاجات الازاز دي، عشان في ثواني ما بتلاقيهاش يعني، فانا بحاول اتعامل بالراحه خالص. طيب فاضل هنا لسه معايا الكوبايات، وفاضل معايا اطباق، لسه فاضل معايا كوبايات واطباق. طيب هعمل ايه انا؟ لا فاضل معايا هما 3 و3، فيبقوا قد بعض كده بالشكل ده كده. هجيب انا فنجان احطه كده، وفنجان تاني احطه كده، ماشي. احط واحد هنا، وكمان واحد هنا. اوكي خلاص كده، وهحط واحد فوق كده يبين الطقم شويه. يا عم اثبت، ممكن انيمه. ايوه كده خلاص كده. هو يدوب يعني الناحيه دي يدوب خدت الطقم، لان زي ما قلت لكم الطقم كبير قوي، فيدوب بصراحه بالشكل ده كده. يلا اللي عجبه بقى تنظيمي في رف المطبخ يقول لي بالشكل ده كده، بالشكل الجميل ده. بتمنى بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي تعملوا لي لايك حلو كده وكومنت حلو منكم عشان استمر ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.